السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا على قناتكم شهوات وحلويات شيماء. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله كانت عندي واحد الطلبيه فيها الفقاس وفيها ايضا قريشلات وفيها ايضا ريش بوند. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم غير قريشلات بجميع تفاصيلهم وايضا ثمن البيع ديالهم والكميه شحال خرجت ليا. يعني شحال خرجت ليا هاد الكميه هادي. وبالنسبه للريشبون ديال البنات راني مصوره لا فيديو وان شاء الله غادي نحطها من مورا هاد الفيديو هذا. ما بغيتش نجمع لكم جوج ديال القريشلات مع ريشبون في فيديو واحد لانه غادي يجي طويل. صافي قلت نقسموا لكم على جوج. المهم الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلا لايك ديالكم. المهم ان شاء الله نبدا معكم بالمقادير. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده، يعني نص رابع زبده من اصل حيواني. الا بغيتو هاد القريشلات ديالكم يجيوكم بنان ديروهم بالزبده من اصل حيواني. صافي وضفت كاس، يعني كاس ديال العنبه من سنيده. من الاحسن البنات سنيده تكون رقيقه، حتى الا كانت عندك غليظه طحنيها غير باش يعني تكون عند، يعني باش الحبيبات ديالها يوليو رقاق. صافي لما خلطت السنيده مع الزبده مزيان غادي نضيف 3 ديال البيضات. بالنسبه للبيض هو اللي كيلعب الدور ديال شحال غادي يدخلك ديال الطحين، يعني شحال الكميه ديال هاد القريشلات غادي يخرجوا لك. صافي المهم انا نحاول ان شاء الله غادي في الاخير ديال الفيديو غادي نخلي لكم كيف قلت لكم ثمن البيع والكميه ومهم جميع التفاصيل باش الا بغيتوا تخدموهم كوموند. هنا عندي كأس ديال الزيت وغادي نبدا نخلط الكل جيدا. البنات الا ما بغيتوش تخدموا بيديكم ديروا عجانه. المهم انا صراحه يدي كتجيني عمليه الا كنت مزروبه فاش كنستعمل عجانه. صافي غادي نخلط الكل جيدا على هاد الطريقه هذه. وعاد غادي نضيف الزرارع. بالزرارع كيجيو فنين وبنان. المهم هنا عندي كأس ديال الماء ديال الزهر. مهم واخا الصراحه القراعي اللي ولاو دابا مبقاش داك الماء الزهر يعني مزيان. المهم الا ما كانش عندكم الماء ديال الزهر ديروا كاس ديال الماء وفيه قطرات ديال الروح ديال ماء الزهر. كيف ما لاحظتوا في الفيديو البنات درت زنجلان ودرت النافع، نص كاس ديال الزنجلان ونص كاس ديال النافع اللي نقيتهم مزيان، يعني خضرين ما محمرين ما حتى شي حاجه. ودرت مع الخليط وخلطت. صافي وضفت خماره حمراء من وزن 8 غرام. وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق من الاحسن يكون نوعيه جيده وخاص بالحلويات، يعني كنبداو نضيف غير بشويه بشويه. وانا كنجمع هاد العجينه هادي تنتحصل على واحد العجينه اللي ما غاديش تكون خفيفه وما غاديش تكون ثقيله، يعني ما تكونش مجموعه بزاف، لحقاش الا دخلنا ليها الطحين بزاف ما غاديش يبقى يجي المذاق ديالهم بنين، وغادي يجي يعني الطحين غالب على الزبده بزاف، وحنا دايرين غير نص رابعه ديال الزبده. وما شاء الله هاد نص ربع ديال الزبده غتخرج لنا واحد الكميه اللي ما نقولش لكم عليها. المهم الكميه نخليها لكم ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا ما كنعجنوش كاع البنات الحلويات بصفه عامه، ما كنعجنوهمش وما كندلكوهمش. يعني هكا كتلاحظوا معايا كنبدا ندخل غير باطراف الاصابع وانا كنجمع هذاك الطحين. ولما كتجمع لي العجينه الا كانت باقا خفيفه كنبدا نضيف يعني غير بمعلقه بمعلقه. واضحين؟ صافي هنا غادي نخليها على جنب من موجة سطح العمل. ندير فوق منها واحد البلاستيكه باش ما ديرش لنا واحد القشيره. صافي وغادي ناخذ واحد شويه ديال العجينه وغادي نبدا نحربل فيها. يعني من الاحسن نحربلوها حريبلات يكونوا رقاق عفوا. يكونوا رقاقين لحقاش حنا دايرين خماره مازال غيتنفخوا معنا في الفران. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا قسمت العجينه على جوج لانها كانت يعني بزاف. صافي وغادي نبدا نحربل على هاد الطريقه. شوفوا البنات هنا العجينه يعني كتجيكم خاويه شويه من الداخل، ما تخافوش غير بداو تحربلوا عطيوها شويه ديال الخاطر. صافي حتى تشكل معاكم على هاد الطريقه هذه. بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا هاد القريشلات هادو كوموند، الطريقه ديال العمل صراحه العجينه حاولوا بانكم تحربلوها كامله وعاد باش تبداو تقسموا فيها، تقسموها بالمقص. كتجي هاد العمليه سهله ودغيا دغيا كتسالي.
صافي هنا لما كيف ما لاحظتوا، المهم انا حربلت غير شي 3 لحقاش الكميه عندي قليله ماشي بزاف. ناخذ واحد المقص اللي معقم وكنبدا نقطع على هذا الشكل هذا، على شكل مائل. المهم نتوما كيبقى الاختيار ديالكم واش بغيتو ديروهم دوائر ولا، المهم على هذا الشكل هذا. وكنبدا نقطع بالمقص حتى ان شاء الله نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. والصراحه هما راه فيهم شويه ديال يعني كياخذوا شويه ديال الوقت بانك تحربلي العجينه، بانك تقطعيها. المهم من هادشي كامل كيجيو بنان غزالين. البنه ديالهم ما نعاودش لكم. شوفوا اي حاجه كتخدموها بالزبده من نوع حيواني كونوا اكيدين البنه راه ما نعاودش لكم. بالنسبه للاخوات اللي الزبده من اصل حيوانات تجيهم غالي ولا شي حاجه، نخلي لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف بالنسبه اللي بغاو يخدموا هاد القريشلات بالزبده العاديه. المهم انا شاركت معكم الطريقه اللي خدمت انا بالزبده سونطرال. اللي بغى بالزبده العاديه يلقاها في صندوق الوصف ان شاء الله، باش ندير الخواطر لكل شيء. كل شيء جرب. و المهم كنتمنى لكم ان شاء الله كلكم الخير والتيسير. واللي بغى يدخل لهذا المجال ديال الحلويات انا راه كنقولها لكم راه غزال، غير يكون شويه ديال الصبر وشويه ديال الخاطر، تكون عندك واحد الهوايه، تكوني كتعشقي هذا المجال هذا باش تعطيه فيه. صافي هنا بالنسبه لهاد الكميه هذه خرجت لي الصراحه لاطه عمرتها كامله، وعاد لاطه اخرى فيها تقريبا واحد النص. المهم واحد الكميه اللي ما شاء الله لا باس بها. البنات غادي نبقى على هاد الطريقه هذه حتى غادي نكمل ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالهم باش يجيكم كاملين محمرين. هنا البنات من بعد ما يعني عمرت اللاطات بجوج. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالهم يعني الفران كيكون ديجا سخون. لما كندخلوا اللاطات كنقص البوطه، يعني بوطه متوسطه حتى كيتحمروا ليا من التحت، وكنهبطهم كنهبطهم لتحت باش تبقى العافيه فوق منهم، باش كيجي واحد اللون موحد بين التحت والفوق، كيجيو محمرين كيجيو رائعين بزاف. هانتوما كيف ما لاحظتوا شوفوا الشكل النهائي ديالهم، اللون محمر. القرمشه وواحد البنه راه فريمون واعرين واعرين واعرين. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لثمن البيع والكميه اللي خرجت ليا هاد 125 غرام ديال الزبده خرجت ليا كيلو ونص من هاد القريشلات هادو. وبالنسبه لثمن البيع ديالهم راه كيبدا من 70 درهم حتى ل 80 درهم للكيلو. المهم كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه. كنتمنى لكم ان شاء الله الخير والتيسير. اللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلي لايك ديالكم وبالدعم ديالكم بالبارطاج، وخليوا لي كومونتير الغزاله ديالكم وكنبغيكم بزاف بزاف. وبالنسبه للريشبون ديال البنات ان شاء الله نخليها لكم من مورا هذا الفيديو هذا، والفقاس خلاص راني ديجا مبارطاجيه معكم، نخلي لكم لو لين ديالو في صندوق الوصف. الا بغيتو تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. انا غير ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف عاد. يلا بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.